تعرف ايه عن السوليد برينسيبل؟ النهارده هنتكلم على اول نوع من السوليد برينسيبل وهو الاس ار بي او Single Responsibility Principle. يا ترى يعني ايه؟ اغلب المفهوم عن الموضوع ده هو انك تخلي الفانكشن بتاعتك بتعمل وظيفه واحده. ده يعتبر كلين كود. انما الاس ار بي موضوعه اكبر من كده شويه. هو بس مش بيقولك ان الفانكشن بتاعتك تقوم بوظيفه واحده، لا، ده كمان بيقولك ان الموديول بتاعك كمان يقوم بوظيفة واحدة. ولو هنصغر شوية فيبقى الكلاس بتاعك اللي انت بتعمله يكون له سبب واحد بس عشان يتغير. تخيل معايا انك بتعمل سيستم لإدارة منظومة او لإدارة الموظفين في شركة ما، وانت في الكود بتاعك كتبت كلاس يخص الموظفين. فتخيل مثلا ان عندك فانكشن، الفانكشن دي هي بتقوم بطباعة ريبورتات لكل قسم من الاقسام. قسم الحسابات بيستخدم الفانكشن دي، قسم الاتش ار بيستخدمها، وكذلك مثلا قسم الضرائب. كل قسم منهم بيستخدم الفانكشن دي وبيطبع الريبورتات بتاعته ولكن بشكل مختلف او بداتا مختلف. لو عايز اعمل تشينج في الفانكشن بتاعه الريبورتات اللي خاصه بالحسابات، ففي الحاله دي انا هروح على الكلاس ده وهروح على الفانكشن دي وهغير فيها. فلما اجي تيست هحتاج اتست كل السيناريوز بتاعت حتى كمان الضرايب والاتش ار اللي انا اصلا ما جيتش جنبهم، بس محتاجه اتستهم علشان كلهم مع بعض في نفس الفانكشن. لكن تعالوا كده نفكر مع بعض، لو انا كنت عامل كلاس لوحده للحسابات وكلاس للاتش ار وكلاس للضرايب، بس كلهم لانهم موظفين فكلهم بينهرتوا او بيورثوا الخاصيه الاصليه بتاعه الموظفين، فبياخدوا نفس الداتا وكمان عندهم كلهم فانكشنال ريبورت بطريقته هو. لما اجي بقى احب اغير عند بتاع الاتش ار، فبالتالي انا هتست بس سيناريو الاتش ار، مش محتاجه تست بقيه السيناريوز الثانيه لان خلاص كل واحده فيهم مفصوله عن الثانيه. يبقى انا كده عملت سنجل ريسبونسابيلتي، ان خليت كلاس بتاعي واحد مسؤول عن اكتور واحد، فبالتالي لما احتاج اغير انا هيبقى عندي one reason بس علشان اغير الكود بتاعي، وهو ان الاكتور ده محتاج تعديل ده فانا هروح اعمله عنده هو بس. كونسبت الاس ار بي مهم جدا وبيساعد جدا في انك تكتب كلين كود او انك تنظم افكارك وانك تكتب كود يكون سهل جدا في التطور وسهل جدا في انك تابجريد فيه بسرعه، وكمان بيكون سهل في التستنج وبيكون اقل كمان في عدد الديفكت او الايشوز اللي ممكن